دايما بيشك في ان مفيش حاجه اتغيرت، ودي مساله يعني اعتقد لازم نتخلص منها، لان ده معناه ان هنفضل شايفين بلدنا معتمه، وده امر اعتقد كلنا مش يعني بنرفضه. احنا لازم نشوف بلدنا هي احسن بلد في الدنيا، لازم نشوف المرحله الجايه هي الافضل، لازم نشوف الايجابيات ونبني عليها. السلبيات هي امر طبيعي في حياتنا وفي نفسنا احنا كبشر وفي علاقتنا مع الاخرين، انما الشطاره او المفروض ان احنا يعني نبني على الايجابيات ونحاول بقدر الامكان يعني نتخلص من السلبيات اللي بتدور في اذهاننا. اعتقد ان انتوا عندكم من النضج، يعني انتوا اعتقد جيل التكنولوجيا والفيسبوك والتويتر والحاجات دي، يعني احنا كنا في سنكم ما اعتقدش كنا على درجه الوعي اللي انتوا فيها ولا ايه؟ مش كده؟ استاذ سوريا نبدا بحاجه مش معقوله تكون موجوده يعني ما نبداش بيها. كابتن طارق لو شايف المرحله احنا طبعا المرحله مش تقول احنا يعني نعرف بعض من 30 سنه علشان يعني يعني بتغطي النادي الاهلي او كان هي يعني بس يا كابتن ده حقيقه يعني استاذ سوريا يعني وليم هي اللي كانت يعني